3 حاجات هيساعدوك تذاكر الجرامر وتقفله بطريقه كويسه جدا وبسيطه جدا. اول حاجه مصدر الشرح، وانا هنا برشح لك القائمه دي تسجيل دي باشمهندس ابراهيم عادل. فعليا هو شارح القاعده بطريقه بسيطه جدا وهيفهمها لك كويس جدا جدا. ما عليك الا ان انت تسمع الشرح وبعدين تجيب الكتاب تبدا تذاكر منه وتشوف النوتس والتركات اللي بيسال فيها. الحاجة التانية معانا ودي مهمة جدا برضو، ودي طريقة المذاكرة. يعني أنا بعد ما سمعت الشرح وركزت وذاكرت من الكتاب أبدأ أجيب كشكول ألخص فيه وأكتب فيه عصارة المذاكرة دي، أكتب فيه الزتونة بتاع المذاكرة دي. ده هيساعدك بعد كده إن أنت ما تقعدش تدور على الكتب ولا تقعد تدور في التركات اللي أنت طلعتها من الحل ولا تتعب نفسك، كل حاجة في الكشكول. الحاجة التالتة طبعا ودي مهمة جدا إن أنت تعملها هو الحل. لازم بعد ما تذاكر أي حاجة تحل عليها، بيساعدك إن أنت تربط وتثبت المعلومة في دماغك. والحاجة التانية بيدربك على الأسئلة بتاع الامتحان. والحاجة التالتة دي المهمة طبعا إن أنت بتكتشف نقاط الضعف اللي عندك، وكمان بتبدأ إن أنت تلم أفكار جديدة تبدأ تسجلها في الكشكول اللي أنت عملته. لايك، فولو، شير.